الحق قصة الست اللي لقوها متقطعة 3 انصاص في الأكياس. بصوا لقوا 3 أكياس، كيس فيه ايدين وراس، وكيس فيه جثمان، وكيس فيه رجلين. السلام عليكم ورحمة الله. من أكتر من 35 سنة الناس صحيت، نزلت راحت شغلها، بصت لقت السريح بتاع الجرايد بيجري في الشارع: اقرا الحادثة اقرا الحادثة. الحق قصة الست اللي لقوها متقطعة 3 انصاص في الأكياس. الناس اشترت الجرايد تفتح تقرا الحادثة والخبر. بدأت منين؟ في حلوان تحديدا، في التبين، في حتة اسمها مساكن المرازيق. الناس نازلة الصبح، بصت لقت أكياس مرمية على جنب، بتقرب منها لقت جثة واحدة. جريوا على الاسم، بلغوا النجدة: الحقونا، ده في جثة مرمية في الشارع ومتقطعة في الأكياس. طبعا قصة التقطيع في الأكياس دي حصلت قبلها ب2 سنين لناهد بتاعة اسكندرية اللي اتعمل عليها فيلم المرأة والسطور. في التوقيت ده كل القيادات طبعا نزلوا راحوا على مسرح الجريمة. قصة ان يبقى عندك واحد اتقتل واتقطع واتحط في اكياس واتساب في الشارع دي في التوقيت ده كانت قصة قاتلة وحاجة كده يعني بتهز الرأي العام. كل القيادات طلعوا على هناك، والوقت ده كان فيه ناس حمل علامات في البحث الجنائي. كان على راس الامن العام اللي هو حلمي الفقي، اللي هو فادي الحبشي كان مدير مباحث القاهره، اللي هو محمود وجدي كان مباحث الجنائيه، اللي هو اسماعيل الشاعر كان ساعتها في وكيل مباحث الجنوب، والعقيد عبد الله الوتيدي رحمه الله عليه كان ساعتها مفتش مباحث حلوان. كله طلع على هناك، بصوا لقوا 3 اكياس، كيس فيه ايدين وراس، وكيس فيه جثمان، وكيس فيه رجلين. خدوا الراس دي، ساعتها بقى لا كان في كاميرات ولا محمول ولا مكالمات ولا انتنه ولا الافلام دي خالص. شغل كله بحث ومعلومات كما انزل، لغايه لما اتعرفوا عليها وقال لك دي واحده اسمها زينب ساكنه في الحته الفلانيه. ايه قصه زينب دي؟ زينب دي ست عندها اكتر من 52 سنه، عايشه في بيتها مع جوزها وولادها. طب راحت فين؟ جت منين؟ قال لك دي معتاده انها تروح لشيخ دجال من عينه صباغ الطيبي معدي ال70 سنه في الحته الفلانيه. راحوا للشيخ الدجال ده، هو نصاب يعني. راحوا لعمك صباغ: ايه يا عم صباغ الست دي بتجيلك؟ قال لك ده ما جاتليش من اسبوعين. يمين شمال يعني هي ما كانتش عندك؟ لا ما كانتش عندي. فعلا طلع صباغ ده كلامه ساكت. بتروح فين تاني؟ تروح لواحده خياطه، واحده اسمها زوزو، يعني تقريبا ما جابتش 30 سنه. فالست زينب دي اصلا بتروح للدجال ليه؟ بنتها بايره، او يعني ما اتجوزتش، وكل العرسان اللي بيجوا بيطفشوا، فحست ان معمول لها عمل. كانت بتروح لصباغ ده تقول له عايزين نفك العمل. قاعده بترغي مع زوزو وتقول لها ده الحكايه والروايه، طب انا عندي دهب وعندي فلوس بس البت موقوف حالها، ده انا ادفع كل اللي معاها بس البت افرح بيها، وكلام من هذا. زوزو كانت داخله جمعيه وحل قسط الجمعيه، وراحت تدفعه. جوزها قال لها بقول لك انت الجمعيه دي فيها رجاله، ما تخشيش جمعيات مع رجاله. ليه ومش ليه، هو كده وده النظام ماشي. فزوزو راحت للست قالت لها معلش انا مش هعرف اخش اكمل الجمعيه ومش هعرف ادفع الفلوس. الست قالت لها لو ما جبتيش الفلوس انا هروح اخد التلفزيون الملون اللي عندك في البيت. وطبعا قصه ان انت تاخد تلفزيون ملون من واحد في التوقيت ده كانك بتاخد روحه. المهم زوزو اتزنقت وهي اصلا سالفه فلوس من طوب الارض. سمعت الاخت زينب اللي قد امها بتتكلم انها معاها فلوس وذهب، حليت في عينيها، خلصت عليها في الحال وهي قاعده معاها، قلبتها في الفلوس قلبتها في الذهب. طب جوز زوزو ده قرب يوصل، قامت بعد ما دبحتها قامت حطها في الطشت وعانتها تحت السرير. جوز الاخت زوزو ده جه، وطبعا زينب متقطعه وفي الطشت تحت السرير اللي جوزها بينام عليه. بعد ما نام وشخر قامت قايمه زوزو واخده الطشت بالست، طلعت كملت عليها تقطيع، خدت بقى الراس والايدين والرجلين والجثمان وعبت كل حاجه في الكيس ونزلت رميتهم في مساكن المرازيق. فهنا لما راحوا لزوزو اول مره قالت لهم انا ما اعرفش حاجه، والست دي كانت بتيجي وتمشي عادي. تحريات حوالين زوزو قالت ان زوزو دي سالفه فلوس من طوب الارض. ليه؟ عشان هي على قد الحال وهي عايشه على السلف والجمعيات. طب يا جماعه هي سالفه منكم كام؟ لا ما هي ردت الفلوس. ردت ايه؟ ايوه لا ده ردت لنا الفلوس دي من كام يوم. ردت كام يعني؟ ده ردت 500 جنيه بجد. ماشي. وايه تاني؟ ودفعت فلوس الجمعيه. ده ايه كل بقى العز اللي حصل ده؟ راحوا لزوزو واجهوها، قالت انا فعلا قتلتها وخدت الفلوس منها وخدت الذهب. نزلوا على السايغ: هات الذهب اللي زوزو باعتهولك. جابوا جوز زينب، بص على الذهب، قضى ذهب مراتي، وكده القضيه اكتملت وزوزو هي اللي قتلت
الاخت زينب، كل ده عشان 100 جنيه. والجريمه الحمد لله تم ضبطها من غير بقى لا تكنولوجيا ولا اي ولا محمول ولا الكلام ده كله، عشان نعرف ان الحمد لله احنا دايما الدار امان. سلام عليكم.